شاب اسمه حسن حلمه انه يبقى دكتور، ولكن مجموعه ما جابش في الثانويه العامه. ولما سافر روسيا عشان يحقق حلمه اتعرف على وجه روسيا مسلم، واللي فضل يتعذب في طريقه لغايه ما وصل لنهايه الطريق. مين الشاب ده وايه حكايته وايه اللي حصل له في روسيا؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. فيلا بينا نبدا القصه. بيقول حسن صاحب القصه انه الاخ الاوسط، عنده اخ اصغر منه اسمه احمد في المرحله الثانويه، وابراهيم الاخ الاكبر في كليه تجاره. بيقول حسن انه دايما كان نفسه يدخل كليه طب، وعشان كده كان بيذاكر بقوه، ولكن للاسف مجموعه ما جابش كليه طب، وللاسف دخل كليه علوم. وعلى الرغم من انه ما قدرش يدخل كليه الطب، الا انه كان بيحاول يحبب نفسه في كليه علوم. وبعد مده حس انه مش قادر يكمل، مش طايق الكليه. وفعلا فتح النت وفضل يدور على اي طريقه عشان يدرس بيها طب، وفعلا لقي اعلان لشركه لدراسه الطب البشري في روسيا. وبعد ما تواصل معاهم وعرف التفاصيل، راح قال لباباه ان الدراسه ب 4000 دولار في السنه. طبعا والد حسن رفض، لان عيله حسن على قد حالهم ومش هيقدروا يسفروا حسن بره مصر. بس حسن كان هيموت ويبقى دكتور، وعشان كده بدأ يشتغل جنب الدراسه. وبيقول حسن فضلت سنه كامله شغال بحاول اوفر فلوس عشان اسافر. وفعلا بعدها رحت عند بابا وقلت له بص يا حاج، انا وفرت فلوس تذكره الطيران وعملت المكتب اللي هيسفرني وكمان السكن، فاضل بس فلوس السنه. وبص، كل اللي انا عايزه منك هو الترم الاول بس، وباذن الله انا اول ما هسافر هحاول اشتغل وادفع مصاريف الدراسه. وبعد اصرار كبير وافق ابويا، وفعلا كلمنا المكتب وقدموا لي على جامعه في روسيا، وعملت تصريح السفر. والمكتب بعت لي جروب الدفعه بتاعتي، وخلوني اكلم الراجل اللي قدم لي في الجامعه واللي برضه هينتظرني في المطار. بس اول ما كلمته حسيته بيتعامل معايا بقرف، بس انا ما حطيتش في بالي. انا كان اهم حاجه بالنسبه لي هي اني احقق حلمي. عامه فضلت شهر قاعد في البيت، وتواصلت مع واحد من الجروب اسمه حسام، وبقينا انا وهو اصحاب. وبعد مده سافرت. الصراحه الموضوع كان صعب عليا اني اسيب اهلي وبلدي، بس للاسف ما عنديش حل تاني. عامه سافرت، وفعلا المندوب استقبلني في المطار واخدني في تاكسي. بس واحنا في نص الطريق لقيته بيقول لي انت معاك كام دولار؟ قلت له معايا 500 دولار. راح قال لي طيب هاتهم افكهم لك بسعر حلو جدا احسن من البنك. وفعلا اخدهم. وبعد شويه نزلنا من العربيه عند مكان غريب، ولقيته طلع شنطتي وركب العربيه ومشي من غير ما يقول اي حاجه. فانا ندمت عليه. راح قال لي ربنا يتولاك، وسابني ومشي. انا قلت اكيد راح مشوار وجاي. فضلت قاعد في التلج في الشارع ومش عارف اعمل ايه. فضلت نص ساعه قاعد والبرد كان بياكلني، وبدات اعيط لاني في بلد غريبه وفي وسط ناس غريبه بيتكلموا لغه غريبه. ومشكلة ان الراجل سابني في مكان مقطوع بعد نص الليل. وفي لحظة واحدة لقيت نفسي برن على صاحبي حسام وانا بعيط، وقلت له على اللي حصل لي. حسام قال لي اهدى وبعت لي اللوكيشن بتاعك. وفعلا بعت له اللوكيشن وقفل معايا. وبعد 5 دقايق لقيته بيتصل بيا وبيقول لي بص انت بعيد عن السكن بكتير، يعني انت بينك وبين المدينة اللي انا فيها مدينة تانية. انا حاليا حجزت لك في بنسيون قريب منك هتقعد فيه الليلة، وبكرة الصبح هتلاقي عربية في الموقف اللي هبعت لك اللوكيشن بتاعه دلوقتي، هتكون مستنياك بكره الصبح الساعه 11 الصبح، هتجيبك لغايه المدينه اللي انا فيها، واول ما هتنزل من العربيه هتلاقيني في وشك على طول. وفعلا بعت لي حسام لوكيشن البنسيون، وكمان بعت لي لوكيشن المكان اللي هتكون فيه العربيه. ورحت البنسيون ونمت زي القتيل. وتاني يوم لقيت فعلا العربيه، واتضح ان العربيه دي بتتاجر من كذا راكب، يعني بمعنى اصح احنا كنا 4 اشخاص في العربيه بالسواق، ومحدش فينا يعرف التاني، بس كلنا رايحين نفس المدينه. بالمناسبه السواق كانت بنت، وهتفهم قصدي شويه قدام. المهم اتحركنا بالعربية، والمشكلة ان الدنيا كانت بتمطر تلج، وفي نص الطريق العربية اتقلبت بينا على الطريق. بس الحمد لله اتقلبنا على التلج ومحدش حصل له حاجة. بس المشكلة ان اللي كانت بتسوق العربية بعد اللي حصل اتصابت بهلع وفضلت تترعش. فرحت انا والشباب عدلنا العربية، وواحد من اللي كان معايا معاه رخصة قيادة فساق هو العربية، واللي كانت بتسوق قعدت مكانه. وفضلنا في الطريق لغاية ما وصلنا وقابلت حسام. والصراحة انا كنت فرحان جدا، على الرغم من اني اول مرة اشوف حسام، بس هو راجل جدع واخدني على السكن. وهنا الصدمة، اكتشفت ان المندوب ما سجلنيش في السكن ولا دفع حاجة للسكن، واضطريت اني ادخل السكن تهريب لغاية ما كنت اتصرفت في الفلوس. وفعلا دخلت السكن وكلمت اهلي وحكيت لهم على كل اللي حصل لي. هم الصراحة زعلوا، والدي بعت لي ايجار السكن واتصل بالشركة وبهدلهم. وفي الاخر قالوا له احنا ملناش دعوة باللي حصل لابنك، وان اخرنا اننا نسجله في الجامعة وندفع له مصاريفه بس، لكن المندوب دي مشكلة ابنك. طبعا والدي كان مصدوم من اللي سمعه وروح على البيت من غير اي كلمة. عامة بيقول حسن انا دفعت فلوس السكن وبدأت اشوف مذاكرتي، وكمان بقيت بدور على شغل في كل حتة. الصراحة ما كنتش بنام، كنت يا اما في الجامعة يا اما في الشغل. اشتغلت شغلانات كتير جدا. اشتغلت في مطعم كنت بغسل اطباق، واشتغلت في مصنع تغليف كنت بغلف المنتجات، وحتى اشتغلت في البنا. ده حتى في مرة كنت لسه جايب طقم جديد، لسه اول مرة البسه يا شيخ،
ورحت اشتغل في الموقع. فمفروض اني لما بروح بغير هدومي واروح البس حاجه قديمه عشان ما تبصش الهدوم بتاعتي. المهم اول ما رحت المقاول اللي ماسك الموقع غصبني اني اخش اشتغل بهدومي الجديده، وفعلا اضطريت اني اشتغل بهدومي الجديده، وكنت بشتغل بحذر. وبعدها الحمد لله بنينا الحيطه. بس بعد ما بنينا الحيطه وقعت عليا. انا الحمد لله ما حصليش حاجه، ولكن اللبس الجديد اتقطع واتبهدل. المهم فضلت اشتغل في كذا شغلانه لغايه ما ربنا كرمني وقدرت اسدد مصاريف الترم التاني. بس بعد ما سددت المصاريف حسيت اني لازم اشتغل شغلانه واحده وتوفر معايا مصاريف الدراسه. فضلت اسال زمايلي لغايه ما لقيت الفكره. انا هاجر عربيه وهشتغل عليها تاكسي. وفعلا اجرت عربيه وبدات اشتغل عليها، وفضلت شغال عليها المده لغايه ما خلصت السنه. وجه ميعاد ان كل الطلاب بينزلوا بلدهم يقضوا الاجازه مع اهلهم، ولكن اهلي ما كانش معاهم فلوس التذكره. ولو وفروا بس فلوس التذكره اللي هنزل بيها مصر هرجع ازاي روسيا تاني؟ فعشان كده قررت اني هقضي الاجازه في روسيا واحاول اني اشتغل الضعف عشان اوفر فلوس زياده. وللاسف قضيت الاجازه كلها في روسيا بحاول اشتغل باي طريقه. الصراحه انا كنت حاسس بوجع اني شايف معظم الشباب نزلوا قعدوا مع اهلهم وانا ما عرفتش انزل. انا مش هخبي عليكم، بس انا توحشت امي جدا، ولكن للاسف تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. عامه فضلت شغال مده، وبرضه دفعت مصاريف الترم الاول لسنه تانية، وما زلت شغال على العربيه. نسيت اقول لكم على حاجه في الشعب الروسي، وهي انهم بيتلككوا عشان عايزين فلوس. يعني هحكي لكم موقف كده حصل مع واحد صاحبي قبل كده. كان هو رايح يصلي الجمعه في الجامع بالجلابيه اللي كان جايبها معاه من مصر. المهم انه بعد ما خلص صلاه وهو راجع السكن في طفل وقفه وقال له عايز $100. الطفل كان فاكره ساري عربي. فهم برضه بيتلككوا في العربيات. يعني انت لو لمست عربيه واحد ممكن يرفع عليك قضيه انك لمست عربيته وخدشتها ويطالبك بتعويض. وزي كده برضه الناس ممكن لو لمستها بالعربيه ممكن يبهدلوا الدنيا ويعملوا نفسهم مرضى عشان ياخدوا تعويض كبير. وعشان كده كنت لما بسوق كنت دايما باخد بالي، عشان ممكن واحد يرمي نفسه على العربيه ويطالبني بتعويض كبير مش هقدر ادفعه. عامه في يوم كنت رايح الجامعه عشان عليا محاضره واحده بس، وكنت عامل اني باذن الله هخلص المحاضره وهفضل شغال باقي اليوم واحاول اجمع باقي تمن التليفون، عشان تليفوني مش عارف استخدمه في المذاكره والشغل مع بعض، بيفضل يهنج بمعنى اصح. بس للاسف القدر كان ليه راي تاني. بعد ما خرجت من الجامعه وفضلت اشتغل مده وانا ماشي في الطريق جات لي مكالمه من اخويا الصغير، وقال لي ان امي اتخانقت مع بابا عشان في عجز في الفلوس. انا طبعا ركزت مع اخويا وما انتبهتش للاشاره، وعشان كده كانت الاشاره حمراء، ولقيت واحده نطت قدام العربيه، وطبعا انا اتفاديتها ولكن خبطت عربيه واحد. طبعا صاحب العربيه ما توصاش وفضل يزعق وصمم اني لازم ادفع له تعويض، وطبعا دفعت له تعويض، وبرضه دفعت للراجل اللي كنت مأجر منه العربيه. باختصار الحادثه كلفتني فلوس التليفون والفلوس اللي كنت بحوشهم لمصاريف الترم التاني. بس انا قلت ما يهمش، الفلوس بتروح وتيجي، انا مريت باللي اكتر من كده فمش مشكله كبيره يعني. بس عارف المشكله واللي فعلا كبيره هي ان بعد كل المشاكل اللي حصلت لي واللي خلصت منها بالعافيه وانا قاعد مع صحابي في السكن وبيواسوني، لقيت الشرطه دخلت علينا واخدتني من وسط صحابي بدون اي كلام. وبعد ما رحنا اسم الشرطه لقيت البنت اللي انا اتفاديتها موجوده، واكتشفت انها رفعت عليا قضيه اني خبطتها بالعربيه ومعاها تسجيل كاميرا واللي باين اني لمست رجلها لمسه بسيطه يعني مش حاجه، بس هي عورت نفسها في المكان اللي لمستها فيه وزورت شويه اشاعات وتحاليل وعملت ان عندها انيميا ومشاكل في العظم وهكذا. وللاسف رفعت عليا قضيه، وطبعا انا كان عندي حل من الاتنين، يا اما ادفع لها 1,000,000 روبل تعويض او اتحبس 5 سنين. وللاسف اتحبست ظلم ونقلوني لسجن غريب مش عارف مكانه. وجالي حسام واطمن عليا. والله يا جماعه حسام ده بني ادم جميل وعمري ما هقدر اوفي جمايله عليا، لان لما حصل الموضوع ده عطيته ارقام ابويا وامي واخويا الكبير عشان يطمنهم عليا. وفعلا كنت كل ما ابعت رساله لحسام كان يبعت لهم في مصر ويطمنهم عليا. بس لحظه، مبدئيا لازم اقول لك على نظام السجون اللي في روسيا عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي هناك. بص انت يا اما تكون عصفوره للشرطه وتنقل لهم الاخبار بتاعه المساجين، وقتها المساجين مش هيسيبوك وهيبهدلوك وهتبقى منبوذ من المساجين والكل هيقرف منك. ولو رفضت انك تبقى عصفوره فالمساجين هيحترموك وهيعاملوك معامله حلوه، بس وقتها الشرطه بقى هي اللي مش هتسيبك وهتتبهدل وهتتضرب كل شويه وهتتعامل معامله زباله. انا بقى اخترت اني ابقى من المساجين، ولكن الشرطه طبعا ما سابتنيش، وخصوصا لاني كنت في السجن لما الحرب الروسيه الاوكرانيه كانت شغاله. وعشان كده الشرطه كانت بتاخدني مرات كتيره جدا على الحبس الانفرادي عشان تعاقبني، وفي نفس الوقت عشان كل ما هيشدوا عليا كل ما فرصه اني ادخل الجيش تكبر. عامه الشرطه لما كانت بتاخدني للحبس الانفرادي كانت الزنزانه عباره عن مترين في متر زي القبر كده. لا وتخيل لو جابوا واحد تاني معاك في نفس الحجز هتعمل ايه؟ في العموم الشرطه اخدتني في زنزانه كان فيها شخص غريب، وكنا لو واحد فينا عايز ينام كان التاني بيفضل واقف او قاعد في مكان بسيط واللي نايم مكان مش نفسه عشان التاني يعرف بس يقعد جنبه.
المهم قبل كام يوم من اليوم اللي المفروض الراجل الغريب ده هيرجع للعنبر بتاعه، قال لي ان في تليفون هنا في الزنزانة. اول ما الراجل الغريب قال كده فرحت جدا، بس للاسف مفيش حاجة بالساهل. الراجل الغريب قال لي ان التليفون مدفون تحت عمق 2 متر تحت الصبة اللي تحت الخشب اللي احنا واقفين عليها. السجن كان بيبقى من تحتنا خشب عشان الرطوبة. وشاور لي على المكان المدفون فيه التليفون بالظبط. طبعا انا قلت ايه العبط ده، ونسيت الفكرة لانها صعبة ومستحيلة، وفضلت قاعد مع الراجل الغريب. المهم الراجل الغريب بعد يومين للاسف الحراس اخدوه، وفضلت انا قاعد لوحدي في زنزانة شبه القبر. وبعد مدة بدأت ازهق ومش عارف اعمل ايه، فقلت لنفسي انا مش هخسر حاجة، ما اجرب اني ادور على التليفون، حتى على الاقل اعرف ابعت رسالة لاهلي اطمنهم عليا، لان انا لما ببقى في الانفرادي ما بعرفش اتواصل معاهم. عامة فضلت افكر هحفر ازاي وانا مش معايا اي حاجة غير الكتاب اللي دخلوني بيه. بس طبعا عملت زي كل الافلام وقدرت اهرب المعلقة بتاعت الاكل وفضلت احفر بيها. فضلت مدة كبيرة احفر بيها، فضلت 65 يوم بحفر بمعلقة ألمونيوم، لدرجة إني كنت ساعات بستسلم وبقول لنفسي أكيد مش موجود أو ممكن يكون في مكان تاني. وطبعا الحفر الطبيعي أسهل بكتير من إنك تحفر بمعلقة ألمونيوم في الخرسان. والحمد لله بعد 65 يوم لقيت التليفون. أنا كنت فرحان جدا ومبسوط وفتحت التليفون، بس لأني حظ زبالة فالتليفون ما كانش راضي يشتغل. ولما بصيت لقيت البطارية بتاعته منفوخة وبايظة. وقتها أنا كنت هنفجر من الغيظ، مش عارف أعمل إيه. كل اللي أنا عملته راح على الفاضي، وانا اصلا يعتبر بقيت مريض نفسي لان مفيش حد بيجي للمكان، وحتى الحراس ممنوع يتكلموا معايا. فضلت شويه زعلان وحزين لغايه ما تاني يوم كان يوم الحلاقه. في السجن اللي انا فيه دايما كل اسبوع بيدوا لكل مسجون مكنه حلاقه عشان يحلق شعره ودقنه. فانا جات لي فكره حلوه جدا. انا فاكر كان في درس الفيزياء اننا ممكن نوصل دايره كهربائيه مكان دايره تانية. وفعلا دخلت الحمام ووصلت بطاريه مكنه الحلاقه بالتليفون، والحمد لله اخيرا اتفتح. اول حاجه عملتها اني بعت لحسام صاحبي وقلت له يطمن اهلي ان لسه تمام وما حصليش حاجه. طيب انت عارف انا ازاي بعت له الرساله؟ انا الرقم الوحيد اللي حافظه في روسيا هو رقم حسام، عشان من ساعه ما جيت روسيا ومفيش حد وقف جنبي غيره. وبعد ما بعت الرساله لقيت الضابط دخل عليا وفضل يضرب فيا بطريقه بشعه ورجعوني تاني للانفرادي. وبعد مده خرجوني، ولما طلعت لقيت واحد مصري داخل السجن في تهمه مش هينفع اقولها. المهم قعدت معاه وتحس ان احنا ما صدقنا لقينا بعض. وسالته وقلت له انا كنت عامل التليفون صامت، ازاي الظابط عرف اني بعت رساله؟ قال لي ان السجون اللي هنا بيبقى فيها نظام استشعار، يعني اي جهاز غير الاجهزه بتاعت الضباط بتشتغل بيحددوا مكانه وبيعرفوا هو مين. عامه فضلت في السجن 3 سنين، 3 سنين من الحبس الانفرادي للبهدله لقله القيمه. والمشكله ان الشرطه بدات تزنق علينا كل شويه عشان عايزانا نروح نحارب، لغايه ما في الاخر استسلمت للامر الواقع ومضيت عقد مع الجيش بينص على كالتالي. انا هخرج من السجن على معسكر التدريبي، هفضل في المعسكر شهر، وبعد كده ليا 5 مهمات هطلعهم في 6 شهور، وفي المقابل هاخد الجنسية الروسية، وكمان هاخد 3 مليون روبل. اول شهر 400,000 وبعد كده 300,000 في 300,000 لغاية ما يتم دفع المبلغ المطلوب، وبعدها اخلص الجيش واخد حريتي. وبعد ما مضيت العقد ادوني التليفون بتاعي ورنيت على حسام. هو في الاول اتفاجئ ازاي برن عليه من تليفوني الاصلي. قلت له بص يا حسام، انا خلاص مضيت عقد مع الجيش وبعد بكره هترحل على المعسكر، تعالي لي السجن عشان عايز اودعك قبل ما امشي. ورنيت على امي المسكينه الغلبانه، قلت لها اني هروح الجيش. يعني فضلت تعيط وتزعق وتقول لي يا ابني يا ابني فاضل لك 2 سنين، يا ابني ليه بتوجع قلبي؟ الصراحه المكالمه اللي اتكلمتها مع امي كانت كفيله انها مش بس تخليني انهار، لا وكمان اقتل نفسي. بس برضو مسكت نفسي كالمعتاد. وجه حسام، بس اتفاجئت انه كان جايب معاه كل الدفعه بتاعتي عشان يحتفلوا معايا. وفعلا فضلنا 4 ساعات قاعدين مع بعض، كنا عمالين نحكي ونهزر ونضحك لغايه ما جت لحظه الوداع. ودعت الكل، وبعدها اخدت حسام على جنب واعطيته الفيزا اللي الفلوس هتنزل فيها، وعرفته ان لو حصل لي اي حاجه ومت يبعت كل الفلوس لاهلي في مصر، او يبقى تعويض على اي حاجه حصلت لهم بسببي. وفعلا خد حسام الفيزا ومشي، ورحت انا المعسكر. بص، المعسكر كان جحيم. انت متخيل ان الطبيعي لو انت بتتدرب في شهور عشان تبقى جندي، فالموضوع كان تدريب في اسابيع بسيطه. فضلت اتدرب في حدود 3 اسابيع، وكنت بشرب في اليوم ما لا يقل عن 2 سجاير او اكتر من كتر التدريبات واللي بنشوفه هناك. انت متخيل ان كان في ضباط هناك مرضى نفسيين خلصوا مدة الجيش بس برضو قاعدين عشان بيحبوا انهم يقتلوا في الناس بس مش اكتر. وبعد 3 اسابيع لقيتهم بيقولوا لي يلا استعد عشان هتروح على بلد كده على الحدود الاوكرانيه، والمفروض ان البلده دي احتلها الجيش الاوكراني واحنا المفروض هنرجعها تاني. وبدات المهمه، بس واحنا ماشيين بالعربيه طلع علينا كمين
احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص عليهم، بس للاسف العربيه اللي كنا ماشيين بيها اتعطلت خالص. فرننا على القيادات عشان نعرف هل نرجع ولا ايه العمل. وبعد ما تواصلنا معاهم قالوا لنا اننا مش هينفع نرجع، وان في عربيه تانية بس بعيده شويه. وفعلا اتحركنا على العربيه التانية. واول ما وصلنا لقينا جنود اوكران طلعوا علينا. اتاري ان في معسكر اوكراني كان قريب من العربيه، والقيادات ما رضيتش تنبهنا. وللاسف طلعوا علينا الجنود دول وضربوا علينا نار. احنا فضلنا نقاوم، بس لانهم طلعوا علينا فجاه فمعظم اللي معايا في الكتيبه ماتوا. وانا للاسف اتصبت اصابه خطيره وكنت بنزف، واستخبيت في خندق كده وتواصلت مع القيادات عشان يلحقوني، واكدوا لي اني انتظر في مكاني والدعم جاي دلوقتي. فضلت قاعد في الخندق بنزف ومستني الدعم، وفجأة سرحت في أمي، وإن ليا 4 سنين ما شفتهاش ولا خدتها في حضني. 4 سنين متغرب. يا ترى هل شكلها زي ما سبتها ولا الزمن جه عليها وهدها؟ وقتها سألت نفسي سؤال: هل إني أدرس طب كان يستاهل كل اللي حصل لي؟ وهل لو كنت فضلت في مصر ورديت بالكلية بتاعتي هل كنت هبقى مبسوط؟ الله أعلم. وفجأة فقت من سرحاني على مسيرة أوكرانية فوقية، وراحت رمت عليا عبوتين ناسفين. وللأسف مات حسن. حسن كانت عينة بسيطة من الناس اللي اتظلمت في الحرب الروسية الأوكرانية. يعني أنا عايزك تفهمني، هل لو مامة حسن وهي بتولده جالها حد وقال لها إن حسن هيموت على الحدود الروسية الأوكرانية، هل كانت هتصدق؟ حكاية حسن دي حقيقية بكل تفاصيلها، واللي نقلها هو أخوه الكبير بنفسه. والصراحة القصة وأنا بسمعها من أخوه كنت متأثر بشكل مش طبيعي. أنا بس عايز أنصحكم بحاجة: ما تصدقوش الإعلانات اللي طالعة بتاعت الفلوس الكتيرة اللي بيقدمها الجيش عشان تبقى جندي. محدش بيدي فلوس ببلاش مهما حصل. وحتى اخو حسن قال لي ان الجيش بعد ما مات حسن اعلنوا انه هارب، ووقفوا الفيزا بتاعته وما اخدش بس غير 1,000,000 روبل، يعني بالمصري طالعين شي نص مليون جنيه. فانت حياتك اغلى مش من نص مليون، البني ادم حياته اغلى من ملايين. وهو كده كده حرام لانك بتحارب في بلد مش بلدك، وكمان ناس كل ذنبهم انهم بيدافعوا عن بلدهم زي فلسطين كده. ولو عايز تسافر تدرس، يا اما يكون من شخص سافر قبل كده تخليه يسفرك، او من شركة تكون مضمونة 100%. وبس كده خلصت القصة. ولو عندك قصة عايز تشاركها معانا يا ريت تبعتها لي الانستجرام، ولينك الانستجرام بتاعي هتلاقيه تحت في الوصف وفي اول تعليق. وبس متنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد، ويلا سلام.